الفترة اللي فاتت كل براندات العربيات تقريبا عملت خصومات، فانا مستحيل هعرف المهم لك في فيديو واحد، بس انا هقول لك في الفيديو ده الخصومات اللي بالنسبة لي انا كانت مهمة ومؤثرة. بيجو 3008 حصل عليها تخفيض بيوصل ل 150,000 جنيه وبقت تبدا من 2 مليون 50 ل 2 مليون 350. واختها اللي من نفس المجموعه الاوبل جراند لاند حصل عليها خصم 125,000 جنيه بقت تبدا من مليون 850 ل 2 مليون 100. سكودا كاروكو عربيه ناس كتير قوي ما تعرفش ان هي موجوده في السوق اساسا، حصل عليها خصم بيوصل ل 150,000 جنيه عشان سعرها موديل 2025 يبقى 2 مليون 100 و2026 2 مليون 150. بشوف الخصم ده مهم ليه؟ عشان العربيه دي مبنيه على نفس قاعده التيجوان والترامار اظن، وهي بقت ارخص منهم بشويه، بس الترامار نفسها بقى حصل عليها خصم بيوصل لربع مليون جنيه عشان سعرها يبدا من 2 مليون 200 ويوصل ل 2 مليون 300. خصم مهم جدا والعربيه دي اظن كده هتنجح ان شاء الله. رينو ميجان حصل عليها خصم بيوصل ل 160,000 جنيه عشان سعرها يبدا من مليون 90 وبيوصل اعلى فئه التربو المليون 290. فانا مش عارف بصراحه الكورولا والإلانترا السي ان 7 مستنيين ايه عشان يعملوا خصومات جامده في عربياتهم، بجد الموضوع غريب. شيري تيجو 4 برو حصل عليها خصم بيوصل ل 75,000 جنيه عشان سعرها يبدا من 875,000 وبيوصل ل 980,000 الاعلى فئه التربو الكامله. هافال الاتش 6 الهايبريد حصل عليها خصم بيوصل ل 100,000 جنيه. عربيه لما جربتها عجبتني جدا وبشوفها عربيه مظلومه قوي في السوق المصري، وسعرها دلوقتي بقى يبدا من مليون 570. الجي اي سي الامباو حصل عليها خصم 45,000 جنيه وبقت تبدا من مليون 80 لمليون 340. عشان ابقى صريح معاكم يعني الفئه الاولى اللي بمليون 80 دي انا عمري ما شفتها بصراحه. ميتسوبيشي اكليبس حصل عليها خصم بيوصل ل 170,000 جنيه عشان سعرها يبدا من مليون 480 لمليون 740. عربيه في الفئه دي بالسعر ده حاجه كويسه. واخيرا وليس اخيرا خصم على المشطشطه الكبيره الام جي ار اكس 5 بلس بيوصل ل 110,000 جنيه عشان سعرها يبقى مليون 380. العربيه دي حجمها كبير، يعني هي اكبر من الام جي 1 وكل العربيات اللي في الفئه دي، فسعرها دلوقتي بشوفه بقى كويس بصراحه. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف. طبعا في خصومات تانية كتير قوي حصلت وفي منهم مهم، بس انا بقول لك الاهم من وجهه نظري. ولو عجبك الفيديو وبتحب العربيات ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.